اهلا بيكم في نشرة جديدة من نشرة اخبارنا العقارية، وهنا بنقدم لكم اخر الاخبار اللي حصل في مجال العقارات على مدار الاسبوع اللي فات. اعلنت شركة MA Developments عن تعاونها مع مجموعة فنادق تريومف العالمية لانشاء فندق تريومف بيراميدز هوتيل باطلالة مباشرة على الاهرامات والمتحف المصري الكبير. شركة الاهلي صبور تستهدف مبيعات بقيمة 27 مليار جنيه خلال عام 2026، وتعمل على ضخ استثمارات بقيمة 18 مليار جنيه في الاعمال الانشائية بمشروعاتها المختلفة، بالاضافة لطرح وحدات بوادي زها في سلطنة عمان مع إمكانية الحصول على الإقامة بسداد 30% مقدم. شركة ماونتن فيو بتوقع شراكة استراتيجية مع Creative Industry Summit لاستضافة النسخة 28 في هارت وورك داخل مشروعهم ماونتن فيو ICT في التجمع الخامس. Liberty Developments تتعاقد مع أزور كاستشاري هندسي لمشروعهم في الساحل الشمالي. وأخيرا أعلنت شركة مدينة مصر عن طرح فيلات استلام فوري في مشروعهم تاج سيتي في القاهرة الجديدة بمقدم 15% وتقسيط على 7 سنين. وبكده تكون خلصت نشرة اخبارنا العقارية، استنونا الاسبوع اللي جاي في نشرة جديدة.